إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سوء الخاتمة. أيها الأحبة الكرام، إنه من الشر بمكان أن يختم الله عز وجل للإنسان بسوء الخاتمة، أن يختم الله للإنسان بشيء يكون سببا والعياذ بالله تعالى في عذابه، يكون سببا في سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. هذه القصة حقيقية وقعت حقيقة. كان هناك شاب في جامعة من الجامعات، شاب كده يعني بيدرس في جامعة من الجامعات، شاب مسلم، مش هنقول مثلا كافر، لا، شاب مسلم. فهذا الشاب يعني تجرأ فكان ملحدا والعياذ بالله تعالى. الشاب كده جاء في مرة من المرات واقف في قلب الجامعة بيقول ايه؟ بيقول لو ان ربنا اللي موجود ده يعني موجود حقيقة، بيقول كده، فليمتني الآن. وقف كده انتظر حوالي من ساعة. الشاب بيقول كده لو ان الله سبحانه وتعالى له القدرة انه يموتني دلوقتي. فسبحان الله، فنظر الطلاب إليه وهم يعني مستغربون. طول الواحد مثلا بيقول لو ربنا موجود حقيقة يموتني دلوقتي. فسبحان الله، عجبا والله، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. وما كان ربك يعني نسيا سبحانه وتعالى، ربنا لا ينسى. فالمهم ظل ساعة واقف، يعني هنقول في قلب الكلية والكل واقف حواليه ومنتظرين وبيتحدى الله عز وجل. لكن الإنسان يعني عجيبة، يعني سبحان الله، وكان الإنسان ظلوما جهولا. المهم عدت ساعة والشاب ما حصلوش حاجة. شاب فرحان بقى وفخور بقى بنفسه، كأنه بيقول لنفسه ان انا انتصرت، ان انا انتصرت. لكن شوف بقى الأعجب، شوف حكمة ربنا. ذهب هذا الشاب إلى بيته فدخل على أمه ومسرور سعيد، فقص عليها الخبر. المهم طبعا فأمه بتعد له الطعام عشان يأكل، ولكن سبحان الله العجيب أنه أمه ذهبت إليه فوجدته يعني على الأرض مستلقيا قد مات. فالمهم فاستدعت الطبيب. شوف بقى، انظر إلى حكمة الله عز وجل. فالمهم لما جاء الأطباء ويعني كشفوا عليه فوجدوا أنه قد مات بشيء عجيب. إيه هو الشيء العجيب بقى؟ وجدوا أنه قد دخل ماء في أذنه فأصاب بدنه فذهبت روحه. قالوا والعياذ بالله تعالى، الأطباء قالوا هذه الميتة ميتة الحمار. الموتة دي موتة ايه؟ موتة حمار. قالوا لو أن الحمار دخل في أذنه ماء فإنه يموت في وقتها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه أنه لن يقبض روحه كإنسان. ربنا ما أرادش، ربنا له حكمة، فما أبطش روحه كإنسان عادي يتحدى ربنا وربنا يصبر عليه سبحانه وتعالى، لكن أراد الله له أن يموت كالحمار والعياذ بالله تعالى. فمات كالحمار وسيبعث والعياذ بالله تعالى منبوذ بين يدي ربي. نسأل الله عز وجل لنا حسن الخاتمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.